في مثل دارج ما بيننا بيقول رضا الناس غاية لا تدرك. يعني مش كل الناس هتحبك أو هتفكر زي ما انت بتفكر. والإجابة في مثل تاني بيقول لولا اختلاف الآراء لبارت السلع. علشان كده ممكن يكون في شخصية من مجتمع بعيد عننا بس بنحبها، بس مجتمعه ممكن يكون مش مأيده. هو ده اللي هيحصل مع بطل قصة إنسان النهاردة، الفيلسوف ابن رشد. بس قبل ما نبدأ يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا الحلقات الجديدة، وتعملوا لنا لايك للفيديو عشان ده بيشجعنا ان احنا نكمل ونقدم حلقات أحسن. تكتبوا لنا تعليق تحت عن رأيكم في الحلقة والحلقات اللي عايزين نعمل عنها. يلا بينا. الحكمة هي التي دعت الفقهاء للنظر واستنباط ما يسمى بالقياس الفقهي، والشريعة هي التي دعت الحكماء للنظر واستنباط ما يسمى بالقياس العقلي. فالشريعة ينظر لها بالعقل، والحكمة ينظر لها بالفقه. ونحن نقطع قطعا أن كل ما أدى إليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع يقبل التأويل. وهذه القضية لا يشك فيها مسلم ولا يرتاب بها مؤمن. إن الحكمة هي صاحبة الشريعة والأخت الرضيعة، وإن ما يقع بينهما من عداوة أو بغضاء أو مشاجرة هو محض افتعال. قبل ما نتعرف على ابن رشد لازم نعرف العصر اللي كان موجود فيه. في الوقت ده هو العصور الوسطى، ولما استقرت الدعوة الإسلامية في الجزيرة العربية بدأوا إن هم يتوسعوا في أماكن زي مصر والشام، اللي هم كانوا مخازن للبرديات بتاعة علوم اليونان والحضارات اللي كانت قبلهم زي الحضارة المصرية القديمة. وخصوصا كانت الإسكندرية مليانة بالبرديات لأن هي أساسا كان فيها مكتبة الإسكندرية اللي عملوها البطالمة. علشان كده سكان الشام ومصر وخصوصا مصر ساعدوا في ترجمة الأعمال من اليوناني للعربي. من هنا بقى العلماء هيعملوا شروحات لمناهج العلماء زي أرسطو وأفلاطون بطليموس وغيرهم، وبعد كده يتطور الموضوع لتعليقات، يعني العالم هيعلق على شرح الفلسفة المعينة. في الوقت ده كان العلماء من سمة عصرهم إن هم يكونوا موسوعيين مطلعين على الفلسفة والفقه وأصول الحديث والطب وممكن كمان العزف وغيرهم من الفروع التانية. وطبعا من أفضل المدن الإسلامية في العلوم كانت مدينة قرطبة في الأندلس، وهناك اتولد ابن رشد سنة 1126 بعد ما كانت العلوم الإسلامية في قمة تطورها. اتولد في عيلة معروفة بالعلم أبا عن جد. جده كان قاضي القضاة مدينة قرطبة وشيخ المالكية في عهد دولة المرابطين. وفي وثائق محفوظة عن جد ابن رشد نشوف فيها ذكائه اللي مش غريب عن العيلة دي. أما أبوه برضه كان قاضي، وكان جده وأبوه متصلين بالحكام وبيتاخد رأيهم. اتعلم الفقه على ايد ابوه، حفظ موطأ المالكي وحفظ بعد كده اكبر الكتب في اللغة والفقه. اتعلم الطب على ايد ابو جعفر هارون وابو مروان جبرول، ده غير قرايته في الفلسفة مع صديقه الفيلسوف ابن طفيل. ابن طفيل كان الطبيب للخليفة في دولة الموحدين اللي هو الخليفة ابو يعقوب بن يوسف. وفي مرة راح ابن طفيل مقدم صديقه ابن رشد للخليفة ابو يعقوب. كان الخليفة في الوقت ده مثقف مطلع على فروع العلم والفلسفة، مع ان في الوقت ده كانت الفلسفة بالنسبة للحضارة الإسلامية كفر او زندقة بعد مواضيع اللي طرحها علماء الكلام زي ان القرآن مخلوق. علشان كده لما ابن طفيل قدم صاحبه وقال في احسن الكلام سأله ابو يعقوب الخليفة عن اسمه ونسبه، فقال له ابن رشد ان اسمه ابو الوليد محمد بن احمد بن محمد بن احمد ابن رشد الاندلسي، وعرفه بنسبه. فسأله الخليفة بعد ما سمع من ابن طفيل ان هو بيقرا معاه الفلسفة، فقال له هل السماوات مخلوقة من القدم ولا لا؟ السؤال ده سؤال فلسفي في فرع الأنطولوجيا اللي هو بيسأل عن الوجود والزمان والمكان. السؤال ده كان مهم جدا في العصر ده، فسكت ابن رشد بسبب حساسية من الفلسفة. فحس الخليفة بكده فنقل السؤال لابن طفيل وقعد يتكلم معاه في المواضيع الفلسفية. لما حس ابن رشد بان الخليفة مثقف ومطلع بدأ ان هو يتكلم. حس الخليفة هنا بنبوغ ابن رشد فطلب منه ان هو يعمل تعليقات وشروحات عن فلسفة ارسطو، وبقى مساعد للخليفة وكان مستشار في مواضيع مهمة ليه. وتولى بعد كده كقاضي في مدينة أشبيلية اللي في الأندلس، وبعد كده اتنقل برضه كقاضي
في قرطبة، ومنها بقى قاضي القضاة في مدينة قرطبة زي ما كان جده محمد بن رشد. كتب ابن رشد في النحو واللغة والفقه، ده غير كتاباته في الطب اللي هو أشهر كتاب ليه الكليات، اللي قدر فيه إن هو يوضح أسباب أمراض معينة في العين والشبكية بتاعة العين، ده غير كتبه في القانون. بس أهم الكتب بتاعته كانت في الفلسفة، وأهم الكتب الفلسفية كان فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، وكتاب تاني كشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة. وأشهر كتاب ليه كان تهافت التهافت، اللي كان الكتاب ده أساسا رد على الكتاب اللي عمله أبو حامد الغزالي اللي هو اسمه تهافت الفلاسفة. وفي تهافت الفلاسفة كان الغزالي كان ضد الفلاسفة. أبو حامد الغزالي خصص 2 من حياته ابتعد عن كل حاجة إلا إن هو يقرأ الفلسفة، وبعد كده عمل الكتاب ده ورد فيهم على الفلاسفة. بس زي ما قال أغلبية العلماء اللي قروا الكتاب ده، قالوا إن الغزالي حاول إن هو يبطل حاجات كتيرة في الفلسفة، بس عشان يبطلها استخدم الأسلوب الفلسفي فبقى فيلسوف. ابن رشد وضح إن مش زي ما كان الناس مقتنعة بأن الفلسفة كفر أو زندقة، ومنهم الغزالي، لا دي الفلسفة علم تبحث عن الحقيقة بأسلوب عقلي نظري، والحقيقة أساسا موجودة في الدين. وبكده يكون أمثل فيلسوف عربي قدر إن هو يوفق ما بين الدين والفلسفة. ده غير إن هو كان مؤمن بتأويل النصوص الدينية، يعني النص الديني ليه معنى ظاهر بسيط ومعنى باطن ليه عمق كبير. وهنا نشوف إن الخلفية الدينية الفقهية بتاعت ابن رشد خلته يقدر ان هو يرد على اشهر فلاسفة العرب في وقته باسلوب متين، فهو فاهم كويس الفلسفة، وغير كده كمان هو متربي على الفقه واصول الدين والحديث، فباسلوب علمي دقيق قدر ان هو يوصل معلومته. بس دوام الحال من المحال، فمات الخليفة ابو يعقوب ابن يوسف، وجه ابنه يوسف ابن يعقوب. وكتير من الحاقدين على ابن رشد قعدوا يوسوسوا عند الخليفة، لأن ابن رشد كان ليه مكانة كبيرة في مجال السياسة بتاعت الدولة الموحدية. فمن ضمن اللي اتقال عن ابن رشد في الوقت ده إن هو بيؤمن بأن كوكب الزهرة إله زي ما قال في كتاب الحيوان. بس الحقيقة ابن رشد كان بيشرح في الكتاب ده النص اليوناني، لكن القلوب كانت اتملت، واتنفى ابن رشد لقرية خارج إطار قرطبة، وتم إصدار أمر بحرق كتب ابن رشد وتحريم قرايتها في كل أرجاء دولة الموحدين. نفس ابن رشد بعد كده انتفض بعد كل اللي تعرض له، غير كده كمان يخش الجامع علشان يصلي العصر هو وابنه، يطردوه من الجامع، وده قضى على آخر حبة في روحه، علشان بعد 2 بس وهو عايش في قرية اليوسانة اللي هي كانت قرية يهودية، بعدها راح على مراكش سنة 1197 بطلب من الخليفة، وعفى عنه ومات هناك بعد سنة 1198 في مراكش. بس بعد ما الكتب بتتحرق، لدرجة ان اللي يوصلنا دلوقتي من كتبه هي النسخ العبرية او اللاتينية من الكتب، لان النسخة العربية ما عادتش في الوجود. وبعد سقوط الأندلس سنة 1492 كانت المكتبات اللي هناك هي الكنز اللي بدأ من خلاله غرب أوروبا عصور النهضة بتاعته، اللي هي كانت إضافة وتلخيص وشرح لفلسفة أفلاطون وأرسطو. أصبح بالنسبة لأوروبا في الوقت ده هو حارس الفلسفة، واشتهر هناك باسم المعلق بسبب التعليقات اللي عملها كتير على فلسفة أفلاطون وفلسفة أرسطو. وهنا زي ما قلنا قبل كده، رضا الناس غاية لا تدرك. ممكن تكون دولة الموحدين حرقت كتب، بس لو شفنا في لوحة فلاسفة أثينا للفنان والرسام رافائيل هنلاقي حد مايل على كتف فيثاغورس لابس عمة عربية، ده بقى ابن رشد. أوروبا اعتبرت ابن رشد عمود من أعمدة عصر النهضة، وزي ما قلنا قبل كده لولا اختلاف الآراء لبرد السلع. وبس كده، دي حلقة النهاردة. بس يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا كل جديد. بما ان انتوا وصلتوا لآخر حتة هنا، فيا ريت تعملوا لنا لايك.